حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين لثنتي عشرة في شهر مولد فنعم الهجرة. أقام 4 لديهم وطالع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيما نقلوا، وقيل بل أقام 14 فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخان، لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمة إلى قبى كانت بيوم الجمعة، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء طابت نزلا، فباركت ناقاته المأمورة في موضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيب، وحوله منازلا لأهله وحوله أصحابه في ظله، طابت به طيبة من بعد الردى أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوباء أرض الله فزال داؤها بهذا الجاه، ونقل الله بفضل رحمة ما كان من حما بها للجحفة، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين.